السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة انا جاية لكم يعني فيديو جديد، حبيت ان انا اطلع معاكم. وهنعمل النهاردة اكلة، بس اكلة نص الليل بقى زي ما بيقولوا كده، بما ان الجو برد وكلنا بردانين، فحبيت النهاردة ان انا اعمل شوربة عدس نعملها مع بعض. ابتديت ان انا جبت الحله وحبيت ان انا اغلي الميه فيها زي ما انتم شايفين كده معايا. اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم. اكله حلوه كده، وبصراحه تدفي في الجو اللي احنا فيه ده، عشان الجو دلوقتي بقى صعب جدا. مش عارفه اليومين دول الجو صعب قوي يا جماعه. حبايبي كل اللي منوريني، اخباركم ايه؟ وحشتوني. زي ما انتم شايفين كده انا ابتديت ان انا جبت ميه وخلاص كده، يعتبر خلاص عند درجه الغليان بتاعتها. وهنبتدي بقى ان احنا نجيب العدس. طبعا العدس احنا غاسلينه ومحضره انا كل حاجه جاهزه معانا. هنبتدي نحط العدس. ثواني بس اجيب معلقه عشان تبقى سهله كده ان احنا نحط معانا بالشكل ده. طبعا تكوني غاسلاه كويس، مع اني المفروض كان زمان العدس ده كان من العدس ده كان من الاكلات الموفره يعني، لكن في ظل الاسعار والحاجات اللي احنا بقينا فيها، ربنا يرحمنا يا رب، بقت كل حاجه غاليه قوي يا جماعه. بس هنعمل ايه يعني؟ ما ناكلش؟ لا طبعا هنعمل ايه، اهو كل واحد فينا بيجيب على قده ونمشي الدنيا لغايه لما ربنا يسهل والدنيا تتظبط وتكون كويسه كده. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعه بطاطس ومقطعه بصل صغير برضو، هبتدي احطه بالشكل ده. وهنا الجزر، ومقطعه طماطم. الاكله سهله جدا، اي حاجه عندك كام طماطميه كده او جزرتين، يعني كل حاجه بنجيب كام واحده كده منها وبنبتدي ان احنا نحطها. شايفين بالشكل ده. وطبعا كل ده هيستوي. هنجيب كام فص توم معانا. شوف بس، هو انا الثوم اللي نسيت ان انا اعمله، هنجيب كام فص توم وهنحطه اهو. لقيت كام واحد كده. تقشريه بقى وحطيه وارميه في الميه. اكله سهله ومش هتاخد وقت معاكي نهائي خالص. توم اهو. هنبتدي بقى التوم نحطه بالشكل ده. بصراحه انا مش حابه احط التوابل دلوقتي، التوابل هحطها بس بعد ما يستوي كده خلاص معانا. هنبتدي ان احنا نغطيه. حبايبي كلهم اللي منوريني، انا مبسوطه جدا بكل اللي بيتابعني كده. خلاص هنبتدي ان احنا نغطيه، بس طبعا ما نقفلوش جامد علشان خاطر ده بيفور كده لما يبتدي يستوي. وخليكم متابعيني وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني حبايبي، معلش عشان التليفون فصل مني كده. هنبتدي ان احنا نضربها بالهاند بلندر كده. انا عندي هاند بلندر، لو عندك خلاط ممكن تعمليها بالخلاط عادي. ننقل دي كده على العين التانية بالشكل ده، عشان هنبتدي ان احنا نحمر الشعرية.
حطي بس حته زبده كويسه. دي بقى يا جماعه الاكله الشتويه عندنا هنا المصريين، الا بقى لو في الدول العربيه بياكلوا برضو الاكله دي في الشتاء برضو، يقولوا لنا برضو. انا هحط شويه كده، شويه شعريه حلوين. طبعا في ناس اصلا مش بتاكلها بشعريه وبتاكلها شوربه، حسب ما بتاكلوها ممكن تعملوها، بس هي بصراحه بالشعريه بتديها سمك كويس. هحمر الشعريه وارجع لكم تاني بس سريعا كده، خليكم معايا كده. هنبتدي خلاص الشعريه حمرناها وابتدينا بقى نحطها خلاص كده عليها على الشوربه الجميله بتاعتنا. شايفين الاكله بسيطه وسهله، لكن طبعا فيها مميزات كتير حلوه، ان هي بتدفينا في الجو الجميل ده. جو ساقع جدا صراحه، مش عارفه ايه ده يعني، بصراحه مش عارفه الجو عامل كده ليه. فانا مرضتش بصراحه النهارده ان انا اعمل يعني ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، وبرضو بعتبرها اكله موفره نوعا ما على ما بنجيب فرخه. الفرخه دلوقتي عامله معقوله فوق ال 140 و 150 جنيه. ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده بجد؟ ربنا يرحمنا يعني على اللي احنا بقينا فيه ده. بصوا الجمال، التوابل بتاعتها تمام قوي ومتظبطه. انا بس هسيبها تغلي غلوه علشان خاطر زي ما انتم شايفين كده الشعريه بس تتقل، وندوق بقى احلى شوربه عدس. عايزه برضو تحمصي عيش ممكن تكسريه وتحطيه عليها وتعملي تقليه، ده براحتك دايما. وطبعا انا بقرا التعليقات بتاعتكم وسعيده جدا بكل اللي بيتابعني. بصوا كده يا جماعه، هنطفي عليه بقى، بس احاول اجيب طبق او حاجه عشان بس السخونيه بتاعت الحله اهو. بصوا كده، انا عايزاكم انتوا اللي تقولوا لي بقى رايكم عامل ايه. بس طبعا عشان سخنه ديكم شايفين وسامعين الصوت كمان، والسمك بتاعه كمان بقى حلو جدا. هنبتدي بقى ان احنا نفرغ احلى طبق عدس في الجو القارس ده اللي احنا فيه ده. شايفين الجمال؟ هو يا دوب بس يغلي معاكي. كمان الشعريه مش بتاخد وقت، بس بجد اللي ما كلوش بشعريه ده فاتوا كتير يعني، عشان بالشعريه بيبقى تحفه يا جماعه. بصوا بس كده، وهي عشان الطبق سخن قوي. شايفين؟ نفرغ بقى ونبتدي ناكل. اظن ان انا كده شجعتكم ان انتوا تقوموا تعملوا شوربه عدس جميله قوي يا جماعه. انا طلعت معاكم لايف كده من كام يوم، بس بصراحه كانت الشبكه كانت وحشه جدا بره، فما عرفتش ان انا اتواصل معاكم. بس باذن الله هطلع معاكم الفتره اللي جايه لايفات كتير باذن الله. بصوا ايه رايكم؟ شايفين اهو؟ بصوا السمك بتاعه، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. بصوا السمك. عايزه اقول لكم كمان ممكن عادي بعيش تاكلوه بعيش. هاتي العيش الابيض. نشيل بس الحله بقى، نحطها كده بعيد، نرجع كل حاجه مكانها عشان ما يكونش زحمه معانا. قولوا لي رايكم يا جماعه ايه. انا جايبه العيش الجميل ده، العيش الابيض ده،
هفك كده بقى الكاميرا واوريكم عن قرب كمان. عشان تقولوا لي رايكم ايه رايكم يا جماعه. بصوا الجمال، طبعا اكله مش قادره اقول لكم على جمالها. بصوا السمك بتاعها يعني ولا تقيله ولا خفيفه، سمكها حلو جدا، والشعريه طبعا بتديها السمك ده. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهارده، واكلتنا النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله مع اكله جديده واطعم اكله. متشكره جدا ليكم متابعتكم دايما.